أنا في مرة خرجت مع أصحابي اللي من إيجيبت، وقبل ما أقول لكم حصل إيه هضرب نفسي قفا. فأنا كل ما أفتكر اللي حصل لازم أضرب نفسي عشان أرتاح الموضوع. بدأ لما صاحبي قال لي إن إحنا هنخرج مع عيال إيجيبت وعايزين نظبط نفسنا باللبس والمظهر والكاش، وقال لي إن الخروجة هتبقى فيها بنات، وأنا كواحد سنجل عدى 20 من غير ما يرتبط. فطبعا اتحمست جدا، جبت الحتة اللي على الحبل وكانت عاملة تنقط على الناس اللي تحتينا ولبستها. ولأول مرة أعملها في التاريخ أخدت الفيزا بتاعتي اللي محوش عليها بقالة سنتين، وحطيت كولونيا 3 سبعات ونزلت في الأول. اتعرفنا وكانوا ناس محترمين الصراحة، والخروجة كانت حلوة. كانوا معاهم عربيات وفضلنا نتمشى على البحر وركبنا عجل، ده حتى إن إحنا أكلنا ترمس. وأنا كنت بقول في نفسي ما الدنيا كويسة والناس كويسة أهي، إنما كل ده اتشال لما قالوا هنروح مطعم ناكل. دخلنا المطعم وكان غالي جدا، ولما قعدنا كان فيه بتاع بيضة، افتكرتها أكل وحطيتها في باقي، إنما طلعت الفوطة اللي بتكبر بالمية. وبعدها مسكت المنيو، الأسعار كانت 4 أرقام. وبعدها اللي حصل محتاج فيديو تاني لوحده، فأنتوا عايزين تعرفوا اللي حصل ولا لأ؟